انا يا شيخ دلوقتي ما بصليش، طب اعمل ايه؟ عملت حاجات كتير غلط في حياتي. انا لا استوعب فكره ان لسه حد ما بيصليش. تخيل كده معايا لو انا قلت لك ده فلان ما بياكلش ولا بيشرب، انت اول سؤال هتسالهوني هتقول لي طب وعايش ازاي؟ صح؟ طب تخيل بقى واحد روحه مش موجوده ما بيصليش، ازاي؟ النبات لابد انك تسقيه حتى يثمر، فما بالك انت روحك انت قافلها. طب ما انا عايش عادي اهو يا شيخ. جسد بلا روح، اوعى تفكر ان انت عايش. الله جل وعلا قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. في ناس كتير ما بتصليش والدنيا مزهزاها معاها والامور تمام، لكن قلبيا وداخليا هو غير سعيد، ظاهريا فقط. فلما نسوا ما ذكروا به، سياق القرآن يقول كان السياق الطبيعي يقول انتقمنا منهم، لكن رب العالمين قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فجأة. اقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيت العاصي يعطيه ربه وهو على عصيانه فاعلم انه استدراج، ربنا بيستدرجه، فاذا اخذه اخذ عزيز مقتدر. فلذلك اللي تارك الصلاة ده انا بسميه محروم. ستيفن روك مغني الراب العالمي لما اسلم يقول كلمة رائعة، يقول كلما دخلت مسجدا من مساجد المسلمين تنتابني هزة في جسدي اتحسر يوما انني لم اكن مسلم. ما بيصليش، ايه اللي مأخرك ان انت ما تصليش؟ عشان انا بعمل حاجه غلط. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. دلوقتي انت بتقول لي قبل التسجيل الواحد مثلا ممكن يقعد مع واحدة او حاجة وبعدين ما يلاقيش نفسه ان هو حابب يصلي، او يجي يصلي يقعد دقيقتين تلاتة يحس انها تقيلة عليه. في ابيات جميلة في هذا الامر تقول تأتي الى الصلاة في فتور وكأنك قد دعيت الى البلاء، وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والعناء، وان كنت المصلي يوما بين خلق اطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقائي، وإن كنت المجالس يوما أنثى أطلت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء.